يا جماعه، هو احنا بنشتري جبنه ولا بنشتري علب بلاستيك؟ حد فيكم مركز وهو بيشتري تمن جبنه رومي او لانشون ان العلبه البلاستيك دي واخده نص الميزان؟ يعني انت واخد تمن رومي نصه علبه، او تمن لانشون نصه علبه. فلو التمن ثمنه 60 جنيه او 70 او 80، فهو نصهم علبه بلاستيك ملهاش اي لازمه. لان في الحقيقه العلبه دي ثمنها من جنيه ل 2 جنيه. تخيل ان العلبه يبقى ثمنها جنيه و2 جنيه وانت تدفع عليها 30 و40 جنيه. بصراحه ده استغلال صريح لجيوب الناس، واحنا في وقت المليم بيفرق مع الناس. وللاسف الشديد ده غش واضح وصريح في الميزان. ربنا سبحانه وتعالى بيوعد المطففين في الميزان وبيقول لهم: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يعني هو هياخد حقه تالت ومتلت ومش هيسيب مليم، إنما لما يوزن للناس يخسر الميزان. تعالوا نشوف السلف الصالح كانوا بيتعاملوا إزاي. سيدنا عبد الله بن عمر كان بيمشي في السوق ويقول للتجار: اتقوا الله، المطففين هيقفوا يوم القيامة غرقانين في عرقهم لحد ودانهم. وكانوا بيقولوا: ويل لمن باع الجنة بحبة. تخيل، بيبيع آخرته علشان حبة، حبة ملح، حبة رز، حبة فول، حبة خردل، فما بالك بوزن علبة بلاستيك. والتابعي نافع حكى ان ابن عمر كان بيرجع الميزان لو مال لصالحه شعره ويقول: اقم وزنك بالعدل. والامام الفضيل ابن عياض قال كلمه ترعب: لا يزال العبد بخير ما لم يطفف في ميزانه. يعني امانتك في الميزان هي مقياس صلاحك كله. والميزان هنا يا جماعه مش بس حديد وبلاستيك وجبنه، الميزان ده مبدأ حياه. ربنا قال: واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الميزان ده في قول الحق، في العدل بين طرفين، في انك تقول الحقيقه كامله من غير ميل ولا انحياز. لما تظلم حد في حكمك عليه او تشهد زور او تميل مع طرف عشان مصلحه، انت كده طففت في الميزان. الميزان المادي هو صوره للميزان المعنوي اللي في قلبك. اللي بيسرق في جرامات الجبنه سهل جدا يسرق في كلمه الحق ويظلم الناس، زي ما بنشوف كتير بين الدول، والظلم بقى بيعم في كل الانحاء. انا هنا مش جاي اهاجم حد، انا هنا جاي اوضح حاجه يمكن الناس كتير نفسها تتكلم فيها ونفسها تقولها من جواها. بكلم هنا السوبر ماركت وبقول لهم رساله: ان انت ممكن بدل تحاسبه في علبه بلاستيك ما تسواش 2 جنيه تحاسبه عليها بثمن الكيلو فيه ب 500 وب 700 جنيه. انت ممكن تصفر الميزان وانت بتوزن الحاجه، وبعد كده تضيف ثمن العلبه البلاستيك اللي هي ممكن تبقى 2 3 5 جنيه زي ما انت جايبها. انت مش بتتاجر في البلاستيك، انت بتتاجر في المواد الغذائيه. والعميل لما بيجي يشتري بيشتري المواد الغذائيه، مش بيشتري العلب البلاستيك. فاتقوا الله في الناس واتقوا الله في انفسكم. احنا بنحاول نصلح وضع غلط عشان نرجع البركه لحياتنا. يا ريت كل واحد شاف الموقف ده في سوبر ماركت يعمل منشن للسوبر ماركت دوت ويكتب اسمه في التعليقات، مش تشهير لكن تذكره ووعي. يمكن السوبر ماركت يراجع نفسه، او يمكن اداره السوبر ماركت تراجع نفسها بعد ما تشوف الفيديو. وما تنساش، زي ما بتهتم بميزان الجبنه اهتم بميزان كلمتك وحكمك بين الناس عشان تقابل ربنا وانت مقيم الوزن بالقسط. سلام.